ورجعنا لكم مرة أخرى، ويمكن وإحنا بنتكلم عن هذا الصرح العظيم ماسبيرو مش هنقدر نتجاهل الرياضة وما يقوم به ماسبيرو أو قنوات ماسبيرو من عرض الكثير من البرامج المتميزة التي تجعل المشاهد يشعر وكأنه في قلب الحدث. يمكن ضيوفي النهاردة ضيوف متميزين. معايا ضيف بيقولوا عليه ابو البرامج الرياضية. ما هو ضيفي ده اول واحد اخد كاميرا ونزل الملعب قال لهم لا انا ما بقعدش في استوديو، انا عايز انزل الملعب واشوف الرياكشن كده بتاع اللعيب واخلي المشاهدين معايا يتفاعلوا ونصور كل حاجة على ارض الواقع. اصبح برنامجه من اشهر البرامج اللي كل الناس بتستناه عشان يتفرجوا عليه ويتفرجوا على التحليل. ما هو وارث، لان هو مش مجرد تلفزيون فقط لا غير، ولكن ده هو كمان ابن الاذاعة. يوم ما فكر يدخل هذا الصرح الكبير دخلوا من البوابة الرئيسية بوابة الاذاعة، فكانت بدايته مع برنامج خدمات اذاعي على إذاعة القاهرة الكبرى. ما هو مش غريب عليه، ما هو برضو والده الإذاعي الكبير محمد علي الشناوي رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا. أكيد عرفتوا أنا بتكلم عن مين. معايا النهاردة في صالوننا الثقافي الإعلامي الكبير حازم الشناوي أبو البرامج الرياضية. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. خلينا اقول جميل قوي، بترجعينا لورا شويه، يعني فلاش باك بلغه السينما. يعني انا حاولت ان انا يعني اتعمق شويه لان مسيره حضرتك كبيره جدا، فيعني ما قدرتش غير ان انا اجيب نبذات بسيطه عن حضرتك طبعا. بس اللي جبتيه مظبوط وحاطه ايدك تمام. واولا خليني اسجل ان انا سعيد ان انا بعمل اطلاله للشاشه الصغيره لبيتنا الاساسي الماسبيرو. طبعا ماسبيرو من هنا ومن معاكي من قلب ماسبيرو. العوده لماسبيرو خصوصا بعد الواحد ما قضى رسالته وخرج، العوده هنا بتبقى ليها طعم تاني. صحيح ممكن وتر في القلب يتهز، مش يتهز ده يحصل له رجفه شديده، ساعات يقسى على حاجه، يتمنى حاجات كتير، لكن المؤكد انه بيبقى القلب مرفرف وفرحان ان هو في نفس المكان أكيد. اللي قضى عمره فيه. سعيد ان انا معاكم النهارده. زي ما بنقول رمضان في مصر حاجه تانية، بنقول التواجد في هذا الصرح الكبير ماسبيرو احساس تاني خالص. طبعا انا معايا ضيف كمان، ضيف كان ليه باع كبير جدا في الصحافه. ما هو رئيس تحرير في مجلة صباح الخير بمؤسسة روزا اليوسف، معروف ان هو مقدم برامج محنك على قناة النيل الرياضية. ايضا هو بالنسبة له بيتسم اسلوبه بالتحليل الراقي الهادي الموضوعي. معايا الاعلامي طارق رضوان. اهلا بحضرتك معايا وكل سنة حضرتك طيب. سنة طيب يا فندم. سيدي الفاضل، خلينا نتكلم عن، يعني حضرتك كنت دايما بتقول ان هناك فترات تعتبر العصر الذهبي للتلفزيون المصري. لماذا يقال ذلك؟ لان دي حقيقة. يعني لما كنت اعمل مثلا حلقة في الكاميرا في ملعب ما كنتش بروح على طول، بنيجي على المبنى يخلص الماتش، احنا بنيجي جري لانه يكاد يكون الشغل كله على الهوا. نعم. نخلص مراجعة مونتاج خفيف، ولدرجة ان احنا مثلا الشوط الثاني نعمل له اوفرلاب كده سريع اثناء الحلقة ما بتتذاع، احنا بنمنتج في الشوط الثاني. لكن كتير في ماتشات وخصوصا لما يبقى ماتش اهلي وزمالك او ماتش للمنتخب او كده، نعم، ما كنتش بروح على البيت. وهنا كنت اخد عربيتي وامشي اروح في الاحياء الشعبيه او في وسط البلد، واعدي على كام مقهى. نعم. انا معدي عليه، فاشوف انا عديت 10 مقاهي
طب ال10 مشغلين الكاميرا في ملعب، يبقى احنا ايه؟ الحمد لله 10 على 10. طيب لو عدى منه واحد او اتنين مش مشغل الكاميرا في ملعب، انا في لحظه في سوق النصريه هنا في عابدين وركنت العربيه ونزلت اشوف مش مشغلين لي الكاميرا في ملعب، فلقيت انه ايه؟ الراجل عامل لهم زي دايره فيديو مغلقه وفي فيلم وهم الناس راويه عارفه الفيلم ده. فعايز اقول لك من هنا كنا بنقول انه دي لحظات قوه، لحظات انتصار لمسبيرو، ان انت تقدري تخشي كل البيوت لكل الاعمار وبتخشي انا داخل بلا استئذان، لكن انا داخل انا عارف ان لازم استأنس اهلها، يعني مش داخل من غير استئذان كده واخبط زي ما بيحصل للاسف في بعض الاحيان دلوقتي في بعض البرامج في بعض القنوات بدون ذكر اسماء، لكن كنا عندنا محاذير. نعم. نقول خلي بالك ازاي تخاطب الناس، في اداب للخطاب، في محاذير اجتماعيه سياسيه ادبيه فنيه، بنخلي بالنا من كل ده، وعشان كده كانت الناس بتحبنا. وكمان كنا بنحاول نصنع يا استاذ طارق المهم انه حضرتك رحت المباراه مثلا، انا حريص على انا اقدم لك اللي انت ما شفتهوش وانت في الاستاد، اللي هو الكواليس بقى، الكواليس. ماذا حدث في الكواليس. طب ما كنتش خايف؟ معلش خليني برضو، يعني هو برنامج مهم، برنامج صعب، حضرتك تحديت كل حاجه وصممت ان انت تاخد الكاميرا وتنزل في ارض خليني اقول ارض المعركه زي ما بيتقال. تمام. ما كنتش من هذه التجربه؟ والله انا اتحطيت فيها، احنا اتحطينا فيها، يعني القدر حطيني فيها، لانه انا يعني وضعت في هذا الامر، وكان لازم خلي بالي، لان اللي كان بيقدم قد مني كان الكابتن مصطفى عبده، ده كان نجم مصر ونجم النادي الاهلي. فكنت انا دايما اضحك يا استاذ طارق واقول ايه، انه لو كابتن مصطفى عبده في كل حلقه جاب المصحف كده في بدايه الحلقه ولايف كده على الهواء او فاصل الكاميرا وقال وحياه المصحف ده انا هبقى محايد النهارده، الناس هيقولوا لي تيت كده بس ومش هيقولوا اكتر من كده. فانا داخل بعده وعارف اللي هو بيتحسب عليه. نعم. وعارف ان المذيع هو اللي بيشيل الشغل بالظبط، تمام، هو اللي الفاتوره عنده. فببقى داخل محسس وخايف، لدرجه ان كان يبقى مثلا لما بننزل قبل المباراه بيبقى في عمليه الاحماء والتسخين للفرقتين، ما انزل انبه على المصور اللي معايا، ارجوك احنا هننزل بالذات في ماتشات الاهلي والزمالك، احنا هننزل على خط النص بالظبط، هنبقى حيادين في النص، فلو اوعى رجلك تحدف يمين في ناحيه الاهلي او تحدف شمال ناحيه الزمالك، انت في النص. يقول لي طب والكاميرا يا عم هنزقك، تمام كده. فمشينا على الخيط ده، عشان كده انتوا نجحتوا. عشان كده. طيب حضرتك، يعني انا برضه عايزه اتكلم معاك الإعلامي الكبير طارق رضوان. حضرتك طبعا شغال في قناه النيل الرياضيه. أيوة. وايضا حضرتك صحفي. أيوة. من محاولتي ان انا اتعمق في سيره حضرتك كان من ضمن الكلام الجميل اللي الكل اجمع عليه ان حضرتك حيادي وموضوعي جدا، واسلوب رزين في تقديم حتى التحليلات الرياضيه الصعبه. أيوة. عايزه اتكلم عن اول طله ليك وتقديم اول برنامج رياضي. بص حضرتك، انا على مشوار يعني من خلال تقديم البرامج الرياضيه بدا رسميا سنه 98 لما ابتدى ارسال قناه النيل الرياضي. قدمنا برامج كثيره جدا، منها استاد النيل بيعمل استاد تحليل الماتشات، عملنا حضرتك برامج مختلفه ندوه رياضيه، لكن اهم برنامج علم مع الناس وساب بصمه كويسه جدا برنامج الكره الافريقيه. نعم. وانا ليا الشرف انه مستمر لغايه النهارده. البرنامج ده حضرتك عمل طفره كويسه جدا، انه خرج بالبرامج الرياضيه من مشاهداتها في مصر والمحافظات المصريه، وبقى لينا مشاهد في المغرب، في الجزائر،
في تونس، في ليبيا، في السودان. وده بيجي حضرتك لما بناخد الرسائل، تلاقي رسائل جايلك من السودان كتير جدا، رسائل جايلك من المغرب، بالظبط. ناس متفاعله معاكي من تونس، ناس من الجزائر. تاني حاجه انه حضرتك قضى على فكره التوتر، كان في توتر جامد جدا بيننا وبين شمال افريقيا. اي ماتش نلعبه مع شمال افريقيا سواء منتخبات او انديه تلاقي مشاكل وتلاقي خناقات، والماتشات كان بيبقى فيها شده غير عاديه. نعم. لما حضرتك ابتدينا احنا نتكلم عليهم، نتكلم على الدوريات بتاعتهم، نعمل اتصالات ونستضيف عدد كبير منهم، نجيب اخبارهم، ناخد رسائلهم، فاصبح حضرتك تعبير عنهم واصبح في نسبه مشاهده، فده قلل جدا من حده التوتر. يعني حسوا ان انتوا حياديين وما الحمد بتجوش لله. في الكلام عليهم، ولكن انتوا بتحللوا بشكل موضوعي جدا. صحيح. وحضرتك لما تروحي اي دوله خاصه في شمال افريقيا، لان برنامج اسمه الكره الافريقيه، نعم. هل ليه متابعين في الخليج؟ ليه الحمد لله، لانه طبعا في جاليات مصريه وفي كتير جدا من الخليجيين بيحبوا يتابعوا الكره المغربيه، الجزائريه، التونسيه، كاس الامم، فليه برضه. لكن انا حضرتك لما بروح اي دوله في دول، تونس، جزائر، المغرب، السودان، بلاقي الناس حضرتك بتشوفنا كويس جدا وعارفانا، رغم ان هقول لك انه يمكن في السنوات الاخيره اتأثرنا شوية، او المشاهدة ممكن تكون تراجعت شوية، لكن البرنامج الحمد لله ما زال له القوة. ده بيبان من الرسائل، بيبان حضرتك من عدد المشاهدات ومن المقاطع. حضرتك لو دخلتي على المواقع المغربية تلاقي حضرتك متاخد حاجة، طارق رضوان كذا مثلا، منتخب مصر يتحدى المغرب في كذا، الاهلي والجيش الملكي مواجهة مش عارف من العيار الثقيل وهكذا، تلاقي منشطات متاخده. فده شيء بيسعدني جدا. طبعا دي حاجه جميله، وانا شفت يمكن تعليقات كثيره جدا ليست من داخل مصر فقط لا غير، ولكن ايضا من دول عربيه ومن اراء مشاهدين كثيرين جدا. بالنسبه فندم بقى للصحافه، انا بدات في مؤسسه دار التحرير. نعم. وكان الحقيقه الاستاذ محمود معروف ربنا يديله الصحه من الناس اللي ليها دور مميز معايا. اشتغلت حضرتك في الجمهوريه وفي المسا وفي كرة والملاعب، كانت جريدة ولا زالت أسبوعية. وكلنا حضرتك بمناسبة حتة الانتماءات، كلنا عندنا انتماءات. أكيد. مش عيب ان انت يبقى عندك انتماء، يعني يمكن الأستاذ حازم لا يعلن عن انتمائه، لكن أنا في ناس عارفة انتمائي وعارفة إن أنا كنت ماسك الإعلام في نادي الزمالك وماسك مجلة النادي والموقع الرسمي، لكن الحمد لله حضرتك في مصداقية في برنامجي. انا النادي الاهلي بيلعب في دوري الابطال، لازم اهتم بيه ولازم اخصص عليه فقره. الزمالك بيلعب في الكونفدراليه نفس الشيء. جيش الملكي، بيراميدز، المصري، كل الفرق، شباب بلوزداد، لازم اجيب عليها مقاطع، وده اللي عمل مصداقيه للبرنامج واللي عمل تواصل ومشاهده الحمد لله. فعايز اقول لحضرتك انه من اقدم البرامج اللي في التلفزيون المصري برنامج الكره الافريقيه، ولا زال الحمد لله مستمر يعني عايزه اتكلم مع حضرتك يا استاذ حازم. طبعا. يعني حضرتك قدمت طبعا برامج كتير جدا، بس اكيد في موقف معين او تغطيه معينه ما زلت حتى هذا الوقت عندما تتذكرها تتحدث بينك وبين نفسك وتقول هو ايه اللي حصل ده كويس ان انا عرفت اعديها. هل في تغطيه حصلت وكانت صعبه جدا بالنسبه لك؟ ده هو الاول نتفق انه خليني برضو ابتدي مع نفسي وراجع ان انا انا ابن الاذاعه زي حضرتك ما قلتي. انا قدمت في الاذاعه برنامج اللي خد افضل برنامج خدمات على المستوى الاذاعه المصريه، برنامج عاجل جدا. تمام. لما جيت التلفزيون انا قدمت كل البرامج من اول السياسة للشباب، للثقافة، للبرامج المرأة والبرامج النسائية، البرامج الدينية، برامج الخدمات. نعم. لكن هو القدر، هو ربنا هو انت لقيت نفسك في البرامج الرياضية اكتر؟ هو مش لقيت نفسي. بصي انا لو لقيت نفسي باختياري انا وسمحت الظروف، انا كنت ابقى حاجة تانية في دنيا هنقول اللايف بتاع المنوعات. يعني انا احب اقدم برامج المنوعات. يعني انت لو رجع بيك الزمن تفضل ان انت تقدم برامج منوعات افضل بالنسبه لك؟ لان انا لسبب انا كنت في الجامعه يا استاذ طارق، في جامعه عين شمس، في حقوق عين شمس، كنت انا دايما بيقولوا ايه، مسامر جامعه عين شمس، باخد لقب مسامر جامعه عين شمس
اللي بقدم الحفلات. تمام. وما كانش حد عندي وانا على المسرح او انا في وسط مجموعه، ما عنديش حد يسرح مني. انا مش انا انت اللي بتعرف تشده. اعرف اشده واروح واسقف معاه وافضل وراه لما اخليه يردد الاغنيه اللي بتتقدم علشان ما حدش يسرح معايا. جميل. فهم كانوا حتى زمايلي في الجامعه يقولوا يا عم حازم سيبك من الرياضه واحنا عايزينك في الحته احنا عايزينك في الجانب ده. لكن هو اراده ربنا هي اللي جابتني بالظبط في الكاميرا في ملعب. اهلا وسهلا والدار رضا والحمد لله، لان حب الناس ده نعمه. حاجه الحمد لله. بشكر كل الناس، لكن المواقف كتير. في مواقف، بس اكيد في موقف في مواقف بيختلف عن كل المواقف اللي مرت عليك. في مواقف لا تنسى كتير. مثلا يعني اني اجي في لحظه واقترب من رئيس الدوله. تمام. واحنا دايما كل نقل التلفزيون المصري يقول لك ايه انه، وده اللي انا قلته للرئيس وقتها، قلت له دايما نقول في البرامج صرح السيد الرئيس لوكاله كذا، لتلفزيون كذا، مش لينا احنا. فكان في بطوله العلم العسكريه وهنا في استاد الكليه الحربيه. تمام. ومصر فايزه بالبطوله وانا نجحت، وكان معانا المعد الاستاذ جمال هليل. وكان هو وقتها هو معد الكاميرا في ملعب، وهو كان بيراسل قناه الجزيره. تمام. في نفس التوقيت. فانا بدردش معاه قلت له انا نفسي وهسعى ان انا اعمل لقاء مع الرئيس. قال لي انت مجنون. تمام. مش هيحصل. قلت له طيب نتراهن. قال لي من غير ما نتراهن. قلت له خلاص. فقلت للمخرج كان محمد ابراهيم او استاذ محمد ابراهيم دلوقتي رئيس التلفزيون. تمام. واستاذ محمد طلعت. وقلت لهم ايه، لخصوا، انا مش عايز عدد كتير معايا، ادوني المصور بس انا والمصور فقط، مش المجموعه اللي هي الفريق الكبير يا عم طارق اللي انت عارفه. تمام. ونجحنا ان احنا مجرد الحكم ما صفر خلص المباراه الرئيس هيسلم الكاس. فانا ابتديت مع اللعيبه وهي طالعه السلم، طبعا الامن موجود. فكل ما اجي عند حاجز امني اروح اعمل حوار مع حد من اللعيبه فيضطر ايه يبعد عني بقى فيسيبني. اروح معدي لغايه ما وصلت بقى ايه قدام الرئيس. تمام. فايه هيسلموا. فقمت انا ابتديت اعمل الاتي، اعمل ناريشن صوت علشان بتاع الامن جاي هيزق عشان يبعد عنك. عشان يبعد عني. قلت يعني لحظات ممتعه ان يحضر السيد رئيس الجمهوريه وان يحرص على ان يقدم لابنائه الكأس بيديه. فايه، وكان وائل جمعه وقتها كان هو اول حد راح عشان يستلم، مش يسلم على الرئيس. يتقدم كابتن وائل جمعه فلقيت الرئيس عمل ودنه كده ازيك يا وائل. تمام. فقمت انا ايه عشان عارف اسمه كده منك. انا برضه بتحاور نفسك هل هو الكلام ده واخد، هو متابع لعيبه ولا ده واخد من عندنا. فقمت انا تاني لعيب. تمام. فقلت عبد الناصر محمد. فايه ازيك يا عبد الناصر. كنت هايل. فجيت في الثالث قلت لا اكد لنفسك اقطع الشك باليقين. رحت مأخر نفسي ومكلم في جمله ثانيه وهي لحظات وكده. فلقيت الرئيس عمل ايه كده يعني كمل. فقمت انا ايه رحت الزائر بتاع الامن بايدي قلت له الرئيس عشان اسمعه. وابتديت اقول خلصت. طبعا دي ذكريات عمرها ما تتنسي الموقف ده عايز اقول لك كمان اول ما خلصت ف هيسلم الكاس. فقمت انا قلت له يا سياده الرئيس المناسبه رياضيه مصريه عالميه، نفسنا ان الاعلام الرياضي يبقى له شرف انه ياخد القنوات التانية والدنيا تاخد مننا. بالظبط. فانا عايز تصريح بس جملتين. فايه كان المشير طنطاوي جنبه فقال له ماشي.
يعني ده هيزم معانا مغطي البطوله على طول. قال له ماشي ماشي. المصور معانا ضرب لخمه، ما صدقش ان الحكايه كده. فقام عمل ايه؟ لقى السلام الجمهوري، احنا قال لي او الرئيس قال بعد السلام على طول على طول. تمام. قام عمل ايه يا طارق؟ حط الكاميرا وقعد يمسح في عرقه، وبعدين جاي يفتح الكاميرا يعمل ستاند باي، فالرئيس وقف دقيقه ونص، وبعدين بص لي قال لي اللي عليا عملته، وراح واخد بعضه وماشي. يا الله. تمام. دي من الحاجات اللي ايه؟ طبعا يعني الناس ما شافتهاش اه لكن انا عشتها، وعايز اقول وليها ذكرى. وعايز اقول لك طبعا الجميل ان انا طبعا الرئيس مشي، فانا جريت لحقت ايه المشير طنطاوي رحمه الله عليه، وهو بياخد التفاته كده. نعم. خلاص بقى هيمشي. قلت له هسجل محاضره. قال لي خلاص ما هو الرئيس. قلت له والله ابدا. بس احساسك ان انت حاولت، مجرد ان انت محاوله، ده اللي احنا يعني الجميل والاصرار. طبعا يمكن واحنا بنتكلم عن الكاميرا في الملعب لازم نروح نشوف جزء ونرجع بعد كده عشان يكون لينا حوار مع الاعلامي الكبير طارق رضوان. هناخد الدوري باذن الله، بس التوفيق من عند ربنا والدوري هنا باذن الله. يعني انا بتمنى من ربنا ان احنا نعمل ماتش كويس النهارده، ويعني زي ما انت قلت مسؤوليه كبيره قوي، وبتمنى يا رب ان احنا نقدر عشان جمهور اسكندريه اللي مستنينا دوت نقدر نعمل حاجه باذن الله. كابتن ماهر همام، اسمح لنا نقف معاك لحظات ونقول هل مباراه النهارده هيبقى هنقول لعيبه الاهلي مطالبين انهم يقدموا كره حلوه يمكن عشان تزود عدد الجمهور اللي اتاثر شويه بمباريات كاس اوروبا؟ والله الحمد لله احنا لعبتنا الفتره اللي فاتت دي بتأدي اداء ممتاز واداء مع نتيجه. والعمليه بقت صعبه قوي، بس الجمهور الاهلي الصبر النهارده. الجمهور جاي مستني احنا نكسب 5 و6 و4، نلعب برده ماتش صعب وفرقه محترمه. اتمنى ان شاء الله الجمهور يبقى يصبر علينا، اتمنى احنا نقدم ماتش كويس باذن الله. النهارده صعب يا كابتن. طبعا صعب. جدا خاصة بعد مكسب الزمالك. مش شك ان فرقة الألمونيوم فرقة كويسة بيدربها مدرب كويس كابتن أنور. عندهم 31 بونت في منتصف الجدول يعني.
ورجعنا لكم مرة أخرى واحنا بنتكلم عن شهر رمضان الكريم، بيبقى فيه التجهيز للبرامج الرياضية والتغطيات أيضا الرياضية، بيكون أيضا فيه مواقف كتير جدا ممكن تحصل لنا. أستاذ طارق، إيه الموقف اللي ممكن يكون حصل لك وأنت لسه فاكره في رمضان؟ والله موقف جميل جدا وما انساهوش. كنت حضرتك انا مسؤول عن البعثه في 2010 اللي كانت في دوره البعثه الاعلاميه طبعا، اللي كانت في دوره الالعاب الاولمبيه شباب. اول دوره اتعملت في سنغافوره. أوكي. وده كان في 2010 بعد كاس العالم. كان للناشئين تحت 17 سنه. انا ما بحب اروح بلد بدرسها قبليها، اشوف بتقرا عنها طبعا. فانا لقيت حاجه شغله الناس في مصر كلها وقتها. كان قبل البطوله دي على طول كان بطوله كاس العالم. فالناس كانت مهتمه بحاجه غريبه جدا، توقعات بتاعه الحيوانات انتشرت بشكل غير عادي. بص تلاقي حضرتك الاخطبوط كل العالم بيتكلم في توقعات اخطبوط سموبول انه بكره اسبانيا هتلعب مع انجلترا، فالاخطبوط دول حطوا له هنا الاكل بتاع اسبانيا فسحب ده اللي هيكسب. فجت بالصدفه ان الاخطبوط دول ده اخر 8 ماتشات جاب 8 توقعات صح. ما شاء الله. دور الثمانيه الاربع ماتشات اللي توقع ان هم يكسبوا جم. السيمي فاينل الماتشين، الفاينل الثالث والرابع. طب ايه اللي كان بينافسه؟ كان بينافسه بغبغان اسمه ماني في سنغافوره. طلعوا له برضه حته تفاحه كده ويحطوا هنا في اليمين وهنا في الشمال، ويكتبوا في اليمين مثلا اسم انجلترا، في الشمال اسم مثلا فرنسا. خد ديت يبقى هو ده اللي هيكسب. ده اللي هيكسب. الموضوع ده كان شغل الناس لدرجه ان في مصر ابتدوا يكتبوا على ظاهره غريبه جدا. طلبه مستنيه نتيجه الثانويه العامه يروح جايب الكلب بتاعه وحاطط هنجح مش هنجح السمك الملون. والله انتشرت في مصر بشكل رهيب. فانا قلت الله، طب انا رايح سنغافوره من قبل ما اروح، طب ما انا احاول اوصل للبغبغان ده واعمل معاه توقعاته على الهواء او من خلال رساله تسجيليه وحاجات تخص منتخب مصر والاهلي والزمالك. فالمهم رحت اول ما وصلت الفندق هناك نزلت الريسبشن قلت لهم انا عايز اوصل للبغبغان ماني. قالوا بتاع التوقعات. قلت له ايوه. قال لي بس ده في مكان شعبي. قلت له مش مشكله، عرفني بس مطرحه فين وانا هروح مفيش مشكله. كان معايا المخرج علاء الوكيل وقتها وهو لا زال طبعا موجود عندنا. قلت له علاء هنعمل زياره ترتيبيه للحي الشعبي ده ونشوف قبليها بيوم ونتفق مع الراجل ان الراجل ممكن يطلب فلوس يعمل، وده اللي حصل على فكره. فرحنا قبليها ودرسنا الشارع وابتديت برضو انا احسبها هتكلم في ايه قبل ما اروح له، لان انا هعمل ده كانه هوا. ايوه. فرحت وصلت للراجل. الراجل لقيته في حي شعبي والبغبغان ده اللي قالب الدنيا يا دوبك جوه قفص كده في كورنر كده بسيط ينقط له كده على القفص يروح طالع وهنا ورقه وهنا ورقه يسحبه. فقلت له انا عايز اجي لك بكره التلفزيون المصري وانت قالب العالم طبعا كله وانت والناس كلها بتسال عليه عشان يرضى. هو راجل كان هندي بالمناسبه. فقال لي طب انا عايز $200. $200 مبلغ يعني بتتكلمي حضرتك في 10,000 جنيه دلوقتي. المهم قعدنا نفاصله لغايه ما وصلنا معاه ل $50. $50. اتفقنا هنعمل 4 توقعات. تاني يوم خدنا الكاست بتاع التصوير والمخرج وابتديت اتكلم اعرف الناس احنا دلوقتي رايحين لفلان اللي بيعمل التوقعات وهنشوف ده هتشوفوه على الطبيعه وهيعمل. وابتديت بقى اتكلم على الحي والمنطقه اللي فيها لغايه ما وصلنا للراجل. وصلنا للراجل وقلت له احنا هناخد بالانجليزي طبعا هنعمل مجموعه من التوقعات وانت البغبغان بتاعك يشارك لنا فيها على الهواء. وحطيت اول توقع. المهم عملنا حضرتك 4 توقعات موجوده هي على فكره على اليوتيوب يعني كتير قوي لغايه النهارده يفتحوا يشوفوها على سبيل الطرفه يعني. ال4 توقعات طلع منهم 2 غلط. يعني عملنا منه توقعات خاصه بالاهلي بالزمالك بمنتخب مصر يعني كان 4 حاجات اهلي واسماعيلي كان ماتشات طلع منهم 2 غلط. اهم حاجه انه خد ال $50. بس التحقيق حضرتك عمل شغل غير عادي. لقيت بقى وانا في الفندق بالليل لقيت كابتن احمد شوير جاب نمرتي ويكلمني. كان هو ساعتها في قناه الحياه تقريبا على الهوا. كابتن مدحت شلبي كلهم بقى كلموك عشان يعتبر ده عملت حق بالنسبه توقعات لما اتذاعت بقى في مصر الدنيا كلها بقى ابتدت الى وصل. كان ساعتها في الاخطبوط ده والبغبغان منافسه غير عاديه.
فدي من الحاجات اللي حضرتك كانت شغل كانت كلام بالنسبه كويس. لك ليها ذكرى وانا حلوة بقى لو طبعاً. حضرتك تشوفيها ده اكيد ده بيشرفني. طيب استاذ حازم، خلينا نتكلم ايضا عن رمضان واجواء رمضان، وايه البرامج اللي حضرتك، البرنامج اللي حضرتك تكون قدمته في رمضان وبتعتز بيه؟ هو اولا يعني الخيمه الرمضانيه الثالثه، قناه الثالثه، وده بيتي طبعا. وعايز اقول ان ايه، باعتباري كمان واحد من 9 مذيعين ابتدت بيهم القناه الثالثه ارسالها. نعم. في 6 اكتوبر 1985. فده بيتي طبعا. وعايز اقول كمان جميل، بسعد زي ما طارق بيقول كده انه لما يبقى الكاميرا في ملعب وهو ابن الثالثه اللي هو الاغراق في الاقليميه او في المحليه. ايوه. ويعمل مشاهده صح، اعلى نسبه مشاهده البرامج الرياضيه طوال 16 سنه. صح. تمام. في ايه كتاب البحوث السنوي بتاع الاداره العامه لبحوث المشاهدين والمستمعين في الاتحاد الاذاعه والتلفزيون. صحيح. يفكرنا بايه زي كاتبنا الكبير الراحل نجيب محفوظ. نعم. بيقول لك الاغراق في المحليه طريقك للايه؟ صح. للعالميه. فانا بالظبط. برضه لما سافرت مع المنتخب في دول عربيه، انا مش السنغال كنا مع بعض في السنغال، يبقى بتلاقي ان في حد عارف. فدي بتسعدنا. اجي في رمضان بقى، الخيمه الرمضانيه كنا حريصين عليها في القناه الثالثه طول شهر رمضان، كانت واخدانا من بيتنا. نعم. لكن اللي خدني من قلب الخيمه الرمضانيه في الرياضه ان انا جيت في سنه من السنين قررت ان انا اعمل ايه؟ اعمل مسابقه رياضيه. المغرب قال الله اكبر، ابتدي انا هوا على الهوا، الناس كلها بتفطر وانا ايه يا دوبك فطرت بس بتاخدي تمره وتبتدي هوا. وكنت عامل مسابقه لاختيار افضل هدف. بس ميعاد حساس قوي. ما هو ميعاد حساس. وايه، ما هو شوفي بقى، اللي غاوي الحاجات الدينيه بيروح لها، واللي غاوي بكار كل حاجه ليها جمهورها. قلوب او طمطم بيروح لها. دي حقيقه. وفي ناس لا غاويه كده ولا غاويه كده ولا غاويه يعني برامج المقالب والحاجات دي، غاويه رياضه. في ناس يعني واقفه الرياضه يفتحوا رياضه 24 ساعه. لان كان عندي يعني اتقال ان ايه، ارحم وخف لنا بالتعبير كده. عايز اقول خف لنا تيت البرنامج ده علشان اعمل لنا ربكه في التليفونات هنا في المبنى. فكان الناس فعلا كانت بتتصل بيك كتير برغم انه بعد الفطار على طول. وكنا عاملين ايه، المسابقه كانت حاجه جميله قوي، مفيش فلوس. هو بس ان احنا بنقول اسمه، ان مين اللي فاز النهارده، مين، مجرد ذكر الاسم. ذكر اسماء يتقال بكره اللي فاز. الاول فلان، الثاني فلان، الثالث فلان. لكن هو متعته انه ايه، انا اخترت صح بس ان هو شارك. انما ده دفعني ايه، ان انا طول السنه طول شهر رمضان ما فطرتش ولا مره في البيت خالص. وانا كان مثلا احنا كان بيت كان متعود بيعزم متوسط 16 17 عزومه في البيت طبعا ما فيش كل ده. شكرا الله سعيد يا جماعه السلام عليكم. بس انت كنت مستمتع. طبعا مش عايزه كلام. اكيد اللقاء مع الناس حلو طبعا. طيب استاذ طارق، خليني اكلمك. يعني بنلاحظ في الاونه الاخيره يعني مقدمي البرامج الرياضيه او المحللين، بلاحظ ان هم ما بيبقوش حياديين، بيبقوا مع قوي وضد قوي. فده بيخلي الجمهور يبقى فيه نوع من الانقسام. لا انا مش عايزه اتفرج على ده اصل ده زملكاوي، لا انا مش عايزه اتفرج على ده اصل ده اهلاوي وبيشتك، يعني بهذا النظر. الصح ايه كحضرتك باعتبار ان ليك باع في هذه يعني القنوات الرياضيه والبرامج الرياضيه والتحليل ايضا؟ المذيع المفروض يكون ازاي، وخاصه عندما يقوم بتحليل احد هذه المباريات مع فرقتين يعتبروا من الفرق اللي هي نص المصريين كده ونص المصريين كده، ما ينفعش ازعل حد. بص حضرتك، اول من قدم البرامج الرياضيه واول مدير برامج رياضيه في التلفزيون كان الراحل الكابتن محمد لطيف. طبعا معروف انه كان لاعب في الزمالك واداري ووكيل شرف النادي، انما الاهلاويه كانوا بيحبوا يتفرجوا عليه قبل الزملكاويه. بعد المرحوم الكابتن محمد لطيف جه الكابتن فايز الزمر، برضه كان عضو مجلس اداره في الزمالك ومعروف انه زملكاوي، بس كان عنده برنامج الكره في اسبوع حيادي جدا ورائع جدا.
احنا كان عندنا حضرتك رئيس القناه عندنا الاستاذ حسام الدين فرحات ده برضه. كان شخصيه جميله. جدا، أوي. وتعلمنا منه الحياديه والاحترام، ورغم انه له ميول. الاستاذ فهمي عمر الله يرحمه في التعليق. فهو انا مش عيب ان اكون منتمي، العيب ان انا حضرتك ميولي تطلع خلال الشغل بتاعي. يعني مش المفروض انك تقول انا ايه؟ لا صح كده؟ لا لا لا, ولا لا, حتى لو لا قلت انت ما- مش عيب انك تكون منتمي، لكن العيب انك على الشاشه تكون منتمي. نعم. يعني انت معروف ان انت منتمي. كابتن لطيف مين ما يعرفش انه كان لا زملكاوي، طبعاً. فايز الزمري ما يعرفش انه زملكاوي، انما على الشاشه لا، بيدي ده حقه وده حقه، ده بيغطي ده بيغطي ده، بيتكلم على ده بيتكلم على ده، وهكذا. بمناسبه برامج رمضان بعد اذن اتفضل. الكابتن حازم، انا في حضرتك برنامج رمضاني بعمله دلوقتي وهو جميل. اسمه استاد الفن. ده ودي فكرة حضرتك برضو احنا سبقنا بها كل القنوات الخارجية نعم. وما اكثر القنوات الفضائية. حضرتك عارفة ان في كم كبير جدا من الافلام السينمائية تخصصت او تحدثت عن الرياضة وكرة القدم. طبعا. يعني حول فيلم غريب في بيتي، نور الشريف، آه. هقول حديث المدينة بتاع الله يرحمه كابتن عصام بهيج، هقول مثلا في السبع بنات عادل امام كمان كابتن لما صالح عمل سليم، رجل البرنامج. فقد عقله. بالظبط كده. رجل في احمد زكي ما طلع بطل ملاكمه في النمر الاسود. في حضرتك هتلاقي بقى كم رهيب من الافلام، يعني لو قعدنا كده حضرتك في الالعاب ده المختلفه في افلام كتير. وفي الكاراتيه وفي الجودو وفي كمان اجسام الشحات مبروك وغيره. فاحنا حضرتك بنعمل ده على شاشه السبورت يوميا، ده حلو قوي. وعمل حضرتك الحمد لله رد فعل كويس جدا. أكيد. اديته ربع ساعه بس، انما بناخد ايه من الفيلم اهم اللقطات، واتكلم على البطل الرياضي او النجم اذا كان فنان وليه علاقه بالرياضه، نعم. واتكلم على الرساله اللي قدمها لنا الفيلم ده. حلو قوي. يعني في هي فكره افلام جديده. في افلام يعني في افكار جديده فيها. كل الافلام حضرتك تقريبا معظمها في الوقت ده كانت بتروح ناحيه ان هي تقدم لك رساله. غريب في بيتي بيديك رساله بيقول لك اللي هيخرج على النص انت نجم والجمهور بالظبط. حبك، لكن هتخرج على النص وبيعرف هتخش ان في اللاعب سكه مش ليه تمام، شرف لازم هتخسر. يحافظ عليه وليه أيوة. طريق معين في اداء التمارين والمحافظه على نفسه. يعني هو بصراحه في حاجات. فيلم السبع بنات اللي عمله الكابتن صالح سليم كان اول فيلم ليه مع الفنانه ناديه لطفي. ده قصه حقيقيه، وكان نعم. طالع بطل في الشيش بالظبط. ووقعت سقط نعم. بين الطائره، فكان جميل جدا. وانا عايز استاذنكم اتفضل. بس تعقيب بس على نفس الجزئيه بتاعت انه ان المذيع او مقدم البرنامج لابد انه يكون محايد. هو في قاعده بتقول ان المنتمي اسير هواه، اكيد. فبيبقى ده غصب عنه، لكن لازم يفتكر دايما ان وانا بقدم برنامج او انا قدام ميكروفون او اذاعه، انا زي وكيل النيابه، انا وكيل الشعب، نعم. انا وكيل عن الشعب صحيح. في التواجد مع حضرتك مع الاستاذ طارق، وبالتالي لابد ان تختفي اي انتماءات او نعم. اي هوى، ايوه ويظهر مني بس اللي هو السؤال المحايد، لانه في قاعده حتى في القانون يقول ايه السؤال الايحائي باطل. يعني زي ما قلت، اذا وكيل نيابه قال له مثلا او ضابط شرطه قال لمتهم مثلا مش انت كنت امبارح في مثلا قاعد مع الاستاذ طارق، سؤال باطل، بالظبط. لان ما انت ينفعش انا إن هو اوحيت له يحيله. انه يقول بالظبط. تمام. ده غلط. فانا لابد ان اتخلى تماما عن القصه دي، لان انا في المكان ده انا مش ملك نفسي، انا ملك الشعب. واحنا ضربنا طبعا مثال. يعني انا عارفه ان احنا الحديث بينا بصراحه ممتع جدا، وانا مش عايزه بنشرف ان انا حضرتك يعني والله. انهي هذا الحديث ربنا بشكل، يكرمك. لكن للاسف احنا وقتنا ما اعرفش هو جري معاكم ازاي. ربنا بس يكرمك. بجد انا سعيده بوجودكم معايا احنا سعداء جدا، بحضرتك. ونورتوا شاشه القناه الثقافيه، وكان ربنا ضيوفي النهارده اللي شرفونا الاعلامي الكبير حازم الشناوي. شكرا لحضرتك، وكل سنه وانت طيب. وانت باسعد صحه واسعد حال، وانا سعيد اولا في اللقاء مع حضرتك ومع زميلي وصديق عمري الاستاذ طارق، وسعادتي زادت اكتر ان انا فرصه اقول لكل مشاهدين الثقافيه كل سنه وانتوا اجمل وانتوا طيبين من القلب، عايشين راضيين مبسوطين سعداء، ودايما يتقدم لكم اللي انتوا عايزينه.
ميرسي جدا. طبعا بشكر ضيفي العزيز ايضا الاعلامي الكبير طارق رضوان، شكرا ونورتني، كل سنه وانت طيب. يا فندم سعيد بحضرتك، وكان ليا الحظ ان انا طبعا عاشرت القناه الثقافيه طبعاً. بدايتها والاستاذ جمال الشاعر أكيد. ومدام شفكي المنيري. القناه هم الثقافيه مهمه ايقونات جدا، القناه الثقافيه. وليها حضرتك بصمه كبيره جدا، ووجودها في الشارع المصري مؤثر جدا. وسعيد ان انا شفت كابتن حازم الشناوي وحضرتك طبعا شكرا وكل أسرة لحضرتك، القناه. شكرا. شكرا. كل سنة وأنتم طيبين. مشاهدينا الكرام، يا رب النهارده صالوننا يكون حاز على اعجابكم. بشكر كل فريق العمل اللي كانوا موجودين خلف الكاميرات واللي جهدوا جدا عشان يقدروا يطلعوا مثل هذه اللقاءات الناجحه. بشكركم وعلى وعد بلقاء جديد باذن الله.